مسا فقرة المشتريات أهم حاجة في حياة الست، الشوبينج أو المشتريات يا جماعة. وخاصة بقى لو حاجات تخص البيت أو ملابس وهكذا يعني. بصوا احنا عامة يعني نحب الميك اب، نحب اللبس، نحب الأدوات بتاعة المطبخ. بس أنا بقى الترتيب بالنسبة لي أدوات المطبخ ثم اللبس ثم الميك اب. يعني أنا اهتماماتي في الميك اب مش كتير قوي، إن ما بحطش ميك اب كتير. تمام. بس بقى ايه، خلونا كده نبتدي. ده الجزء ده، دي هدية من المملكة العربية السعودية، ودي مشتريات. فتعالوا نفتح الأول الهدية بتاعتنا ونشوفها هي عبارة عن ايه، وبعدين ندخل بقى ايه على الجزء بتاع المشتريات. نسمي الله وايه. ادي أول حاجة افتحها لكم دلوقتي. بصوا بصوا، هي عبارة يا جماعة عن عباية ملحفة كده، كلوش. بصوا، واخدين بالكم؟ الحرير بتاعها تحفة تحفة تحفة، خطيرة خطيرة خطيرة. بس يعني انا ايه، هي نازلة كده، نازلة بواسع كده تدريجي، طبعا بتبان في اللبس اكتر، بس هي شكلها تحفة. هي واسعة عليا شوية، فانا هضيقها ان شاء الله، ولما ابقى اظبطها بقى ايه اوريكم الشكل النهائي بتاعها. مين بقى اللي جاب لي الهدايا الحلوه دي؟ حميه وحميتي، ربنا يخليهم لي يا رب. كانوا بيعملوا عمره فجابوها لي معاهم وهم جايين. احلى حاجه هدايا السعوديه، وخاصه لو انا مش قاعده في السعوديه هناك وجالي هديه منها، فببقى مبسوطه يعني روايح السعوديه معايا على طول حتى لو انا في مصر. بصوا ما شاء الله الحرير بتاعها عامل ازاي، خامتها حلوه جدا 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 جدا. بصوا ادي الايه، الكلوش اهو، ادي العبايه حلوه قوي. طبعا هتبان في اللبس اكتر. وتعالوا بقى ايه نشوف تاني حاجه. ادي تاني حاجه اهي، ودي بقى ايه، حاجه خرافيه كده. افتحها لكم دلوقتي ونشوفها هي ايه. دي العبايه دي معاها طرحتها اللي هي السودة، معاها الطرحه بتاعتها اهي. يعني كل عبايه جايه بطرحتها، ودي معاها الطرحه بتاعتها دي. تمام، هفتحها لكم دلوقتي وهوريها لكم. بس ايه، خلونا نشوف. يعني دي كانت ازازه برفيوم بس ساليه يعني، الله يهديها يعني. آه يعني دي العلبه بتاعتها كده سيليا، الله يهديها، قطعتها لي بالمنظر ده. انت كده شامه ريحه الخليج، ريحتها عود. هو خليجي، عارف ان انتوا بتخشوا مكان كده تعرفوا ان في هنا خلايجه، هي دي. تمام. فخلينا ايه نركنها كده. وجايبين لي بخور برضو معمول دوسري، فكتر الف خيرهم. انا بحب البخور طبعا طبعا طبعا، انتوا عارفين اني بحب كل انواع البخور باشكاله بكل حاجه. فتعالوا بقى ايه نشوف دي كده في حته تانية خالص. يلا بينا. بصوا العبايه دي عامله زي كارديجان كده، مفتوحه بس طويله. بصوا الدراعات بتاعتها عامله زي اللي هي الايه، المروحه. عايزه اقول لكم شيك شيك يعني شيك، والماتيريال بتاعتها تحفه 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 لابعد درجه. بصوا خطيره خطيره خطيره، حلوه قوي. والمفروض ان الطرحه دي برضو حلوه قوي عليها، بس انا جبت لها طرحه تانية، فممكن ايه نبقى نبدل يعني. وقت ما احب البسها كده ابقى البسها، وقت ما البسها بالطريقه التانية هوريكم. يعني انا ظبطت لها حاجه هتخليها طلقه، اول ما اجي البسها اوريها لكم ستايلها عامل ازاي. خطيره في اللبس، خطيره، ومش محتاجه تتضيق ولا تتكسم ولا اي حاجه. بس تسلم ايديهم وعينيهم وعافيتهم، وربنا يخليهم يا رب ويعيشوا ويجيبوا. بس كده نركن ايه الحاجه، هدايا السعوديه كده. وتعالوا بقى ايه نخش على المشتريات بتاعتنا. بصوا اولا ندخل على مشتريات الاستاذه سيليا. تمام، من نفس المحل ده، هو اسمه محل تبارك. ده في شارع ده يا ربي تبارك ده كان فين كان في العريش. ايوه كان في شارع العريش في الهرم. تمام، بس هو في العريش يعني المحل ايه اللي هيروح له انتوا عارفين ان العريش رابط ما بين الهرم وما بين فيصل، هو اقرب للعريش من ناحيه فيصل. تمام، اسمه محل تبارك. عايزه اقول لكم اهو تبارك بي تي اهو. عايزه اقول لكم المحل ده بتاع اطفال خطير، يجنن يجنن.
كنت جايبه لها الاول الطقم ده منه، تمام، بس انا ايه غسلته عشان خاطر كانت لسه لابسه امبارح. بس بصوا هو عامل ازاي. بنطلون عباره عن بنطلون باجي كده وهاي ويست، بصوا والرباط بتاعه بقى بيتربط هنا كده في يونكه، وادي التيشيرت بتاعه. فخطير خطير خطير. ماشي. الاسعار هناك برنج 200 وشويه ل 300 وشويه، بس انا مش عارفه يعني كل حاجه بكام بالظبط، بس اعتقد ان ده طقم عامل 300 وشويه، تمام، على ما اتذكر يعني. بصوا بقى، وادي التيشيرت ده اهو. بصوا التيشيرت ده طلع ترندي برضو، حلوة قوي. ده كان عامل 210. عايزه اقول لكم ان الحاجات بتاعه الاطفال يعني اغلى من حاجاتنا بتاعه الكبار. يعني ممكن تجيبي انتي بلاوز ب 210 ليكي ككبيره وتبقي مرضيه وتقولي لا دي رخيصه، بس لما تجيبي قماش ما تكملش نص متر، بس هم مغاليين حاجه الاطفال بصراحه. فانا جبتها لها بحيث ان هي تبقى لايقه ايه، بصوا، على نفس البنطلون، فيبقى ايه اكني جبت لها ايه طقمين. الاساسي بقى اللي انا كنت رايحه لها اصلا عشانه اهو. بصوا القمر ده، ثواني اهو، تا 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 تا، هفتحه لكم بقى من جوه تشوفوا ايه رايكم. شايفين؟ شايفين الجمال؟ تحفه تحفه تحفه. بصوا بقى، وعليها خلاص يجنن يجنن يجنن. فاكرين العروسه اللي احنا كنا من كام فيديو كده كنا نازلين بنخلص لها شويه حاجات في الجهاز، اللهم بارك بقى ايه فرحها. فنزلنا بقى ايه نجيب استعدادات الفرح، فكان لازم بقى ايه سيسو كده تروح برنسيسة بقى. ادي الفستان، الدريس ده برضو من المحل اللي هو تبارك، ده كان عامل 385. افتكرت عشان هو مكتوب على التلبيسة بتاعته. وادي الشوزة، الشوزة بتاعتها اهي، تمام. بصوا بصوا الشوزة، قمر قمر قمر. بصوا عاملة ازاي. خلاصي خلاصي قلب ماما يا روحي، الله اكبر على الجمال، الله اكبر على الحلاوه. بصوا بقى عاملين لها ايه من تحت نيمو. مدلعين حاجه الاطفال خالص خالص خالص، اللهم بارك يعني. دي كانت عامله ب 160 من محل، عارفين في شارع اسمه شارع اسكندريه كده ناحيه اللي هي مدينه السلام. فمش عارفه اسم المحل بصراحه، بس هو يعني كان محل على الشارع هناك، فجبت لها منه ايه الشوزة انا بس. فا ايه رأيكم؟ كام لايك للدرس بالشوزة بتاعته. عايزة اقول لكم الله اكبر، لما لبسته تحسوها عروسة فيه خالص. عقبال يا رب فرحها، وربنا يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة ويدينا طولة العمر ونفرح بيهم ان شاء الله. بس ادي حاجة العروسة سيليا، خلصناها اهو، تمام. لا ما خلصناهوش، يعني في حاجات كانت جايه لها هديه، انا المفروض كنت مصورها لكم ساعه عيد ميلادها، ان عيد ميلادها كان من قريب. فواحده صاحبتي الله يبارك لها جابت لها الهديه دي، ميرسي يا بطوط، هي اكيد بتشوفني دلوقتي، الف شكر. فكانت جايبه لها الهديه دي ساعه عيد ميلادها، بس انا ما نزلتش الجزء ده او المقطع ده بتاع الفيديو، لو لقيته هنزله لكم، تمام. كانت جايبه لها تورتايه عشان خاطر العيد ميلاد بتاعها، وكانت جايبه لها ايه بصوا ده دريس كده قمر كيوت برضو. والله العظيم انا ما افتكرت الحاجه دي الا بعد ما جبت الحاجه اصلا بتاعت سيليا. يعني انا نزلت جبت الحاجه دي، ولما رجعت بفتح الدولاب عشان احط الحاجه، فافتكرت ان الدريس اصلا ده ما اتلبس جديد، يعني الجديد الحاجات بالتاكت بتاعتها لسه ما لبستهاش. فعايزه اقول لكم عليها قمر ومسكر خالص، تمام. بصوا هو الرباط يعني عامل الرقبه اهو، وادي الايه الدراعات، وهو من تحت زي بكورنيشه كده. بس تعالوا نركنه بقى كده ونشوف القمر التاني ده، استعدله لكم. بصوا ده التيشيرت بتاعت الطقم، ومن هنا رباطين بيتقفلوا في يونكات، وده الشورت بتاعه. عايزه اقول لكم ان هو قمر عليها لدرجه ان عمتها ما شافت عليها اللبس. انا كنت هوديها بده في الحنه، تمام، قالت لي لا ده لبسيه لها عادي، تمام.
ولبست لها ده في الحنه نطق عليها اكتر. فميرسي يا بطوط، تعيشي وتجيبي وربنا يخليكي يا حبيبتي ويترد لك في الافراح ان شاء الله. حلوه قوي. فدي ملابس الاميره بتاعتنا، الاميره سيليا. وتعالوا بقى ايه نشوف بقيه الحاجه. من نفس بقى المحل جايبه بقى ايه حاجات لياسين ويحيى اللي هو تبارك ده برضو بقى يعني الولاد ما لهمش نفس ان هم برضو يلبسوا يعني. ثواني اعدل البنطلون واصور اهو. ده اول حاجه كده، ده بنطلون ياسين. تمام. شو بنطلون بقى خامه جبردين حلوه قوي قوي قوي. طبعا بصوا بقى الحاجه انا بضبلها يعني بس باختلاف طبعا السايزات. فده ياسين، ادي يحيى اهو. تمام. وادي بصوا التيشيرت القميص ده فظيع حلو قوي 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 وعليهم مسكر مسكر مسكر. ده عشان يحضروا بيه الفرح ان شاء الله. تمام. وده جايباه تيشيرت للحنه بقى ايه يتلبس عليه برضو. ينفع على البنطلون ده، ينفع بنطلون جينز، ينفع على شركول او شروال زي ما بيسموه. تمام. وادي يحيى برضو نفس الكلام. انا بحب يعني ايه اوحد كده الاطقم. تمام. عشان احنا هنعمل بوم ان شاء الله في الفرح، يا رب بس يعديها على خير يا رب. ويتمم الليله على خير باذن الله. وادي التيشيرت البولو القمر ده بتاع يحيى جايباله الاحمر وياسين جايباله الكشمير. بس كده ايه رايكم؟ عايزه اقول لكم ان هم ما شاء الله عليهم مسكرين قوي يعني ما شاء الله اللهم بارك يا رب. ربنا يحميهم ويحفظهم. فادي حاجه ايه ياسين ويحيى. يوسف زي ما قلت لكم عنده لبسه بس يعني حبيت ان انا ايه اجيب له قميص برضو يحضر بيه الفرح، يبقى كنوع من انواع التجديد. بصوا ان شاء الله تحفه برضو والخامه بتاعته طريه قوي قوي. شو ايه رايكم؟ بس كده بقى احنا ظبطنا اللبسات بتاعت الامراء بتوعي والاميره بتاعتي. ايه رايكم بقى؟ حط لهم بقى كام لايك. اللايكات النهارده والكومنتات لحبايبي الصغننين الامارات دول. يا رب يسعد الناس كلها ويفرح الناس كلها ويرزقكم من حيث لا تعلموا ولا تدروا ولا تحتسبوا يا رب. ويفرح الناس كلها ويرزقكم بكل اللي تتمنوه يا رب. تعالوا بقى الحاجات اللي باقيه دي بتاعتي انا. تعالوا بقى ايه نشوف شكلنا ايه.